السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا بفيديو جديد وقصة جديدة. لكن قبل ما نبدأ برواية القصة صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننطلق لقصة اليوم. قصتنا اليوم تتحدث عن شاب يمني اسمه محمد. محمد هذا شاب ما كمل دراسته، درس لين الإعدادية وما قدر يكمل دراسته، كان يراعي الوضع وكان يشقى مع أبوه. وشاف محمد إنه ما فيش فايدة بالعمل في اليمن، وقرر إنه يروح السعودية ويقترب هناك، وجمع فلوس من هنا ومن هنا وتدين ودخل السعودية تهريب طبعا. هنا اشتغل محمد في السعودية 2 سنين، جمع فلوس عشان يرجع اليمن ويصرف على نفسه. رجع محمد اليمن ورحبوا فيه أهله وأعمامه وعيال أعمامه، وكل من جاء عندهم كان يرحب فيه. جلس في البيت كم أسبوع، بعدها فاتح أبوه إنه يشتي يخطب. هنا فرح أبوه والعائلة كلها، وصاروا يقولون له من هذه سعيدة الحظ يلي راح تاخذها. قال محمد أنا أبغى بنت عمي وجدان. هذه وجدان بنت عمه كان يحبها من الطفولة، وكانوا ساكنين بنفس البيت، يعني أعمامه كلهم ساكنين ببيت العائلة. محمد كان يحب وجدان من الطفولة، وكان دايما يدعي إنها تكون من نصيبه. فراح هو وأبوه وأمه وأخوانه واشتروا كم هدايا وحلويات وكذا، يعني بدوتهم لبيت عمه. ولما وصلوا رحبوا فيهم عمه ومرت عمه وعيالهم كمان، وجلسوا هذاك اليوم وتغدوا هناك شوي. إلا يقول أبو محمد يعني يفتح الموضوع، قال لي اجوا من شان، وقال أنا يا أخوي جيتك وطالب يد بنتك لولدي محمد على سنة الله ورسوله. قال عم محمد والله يشرفنا إن نزوج بنتنا لولدك محمد، بس عاد بنتي بتدرس، بدها تدرس وتخلص الجامعة، وأنت بتعرف يا أخي إن بنتي وجدان ذكية وجاءت من الأوائل الجمهورية، وإحنا ما بدنا نضيع مستقبلها وهي تحب الدراسة وكذا. قال محمد عادي، أنا ما عندي مانع إنها تكمل دراستها وتكمل الجامعة، وأنا راح أرجع السعودية أقترب إلين تخلص دراستها وهي تكمل براحتها وما راح نقول شيء. قال عمو طيب ما دام أنتم موافقين على شروطنا. المهم خطب البنت وتم كل شيء، ومحمد كان يكلم خطيبته بما إنه يعرفها، وكمان بما إنها بنت عمه كان يقول لها أنتي خلص الجامعة براحتك، وأنا راح أسافر السعودية أقترب وأجمع فلوس، وأنتي سجلي بأحسن جامعة وأنا راح أتكفل بكل تكاليف الجامعة. وهذا محمد إنسان عند ذمته وعند ضميره، سافر السعودية عشان يشتغل، وكان يتواصل مع بنت عمه اللي هي خطيبته، فراحت سجلت بجامعة حكومية وتبدأ تدرس. هنا لما كلمت محمد إنها سجلت بالجامعة الحكومية، قال لها لا، سجلي بأحسن جامعة خاصة وأنا راح أتكفل بكل شيء. راحت تقدم بالجامعة الخاصة، طلع المبلغ كبير جدا. قال محمد عادي، مش مشكلة عندي، عادي يعني. محمد هذا كلم يلي بيشتغل عنده يعني على وضعه، وشرح له الوضع عنده هنا في اليمن. وهذا الرجال الله يجزيه كل خير تعاطف معاه وأعطاه فلوس مقدم من رواتبه، وزاد أعطاه فلوس منه لمحمد هذا. هنا صار محمد يرسل لبنت عمه عشان تسجل بالجامعة الخاصة هذه، والمبلغ كان 1,000,000 ريال يمني. راحت البنت وسجلت بالجامعة وبدأت تدرس. هنا بدأ محمد يرسل مصاريف لخطيبته، حق كتب وملازم ومشاوير وحق إلى آخره. وكمان كان يرسل لأهله كم مبلغ، كان يقول لها ادرسي انت ذكية ولا تهمي شيء، أنا برسل لك كل حاجة تحتاجيها. ومحمد هذا كان مكافح بمعنى الكلمة، وعاصب على بطنه ما يشرب حتى واحد عصير أبدا. جمع الريال فوق الريال ورسلها لخطيبته ولأهله. ومرت الأيام والشهور والسنوات، ومحمد يشكى ويجمع إلين جاء موعد تخرج خطيبته من كلية الطب، ودفع حق التخرج وحق كل شيء من تلقاء نفسه. كان يقولون هو يعمل كل هذا من نفسه، ما حد طلب منه شيء. هنا محمد جمع نفسه وتوكل إلى اليمن،
عشان يحضر التخرج تبع خطيبته، وبنفس الوقت عشان يتزوج. وصل اليمن وراح زار عمه ومرت عمه، وحضر الحفل حق خطيبته هذه، وسلمت عليه خطيبته، وكان يده كذا شاحبة ومن الشقة والسمنت. هنا قالت هذه البنت وجدان لأمها، قالت يا أمه أنا بتزوج هذا الرجال. يعني البنت في كلية الطب أو في الجامعة هذه في زملاء، يعني شافت شباب مأنتكين راقين، وهذا محمد شافته كذا شاقي، ما بش هذيك الأناقة في اللبس، ما بش هذيك الموضة المشطة، يعني مش أنيق من الآخر، الحلاقة يعني ما بش هذيك السكسوكة مثل الشباب. قالت أتزوج هذا يا أمه، صح إنه ابن عمي على عيني وراسي، لكن أنا ما عاد أبغاه خلاص. هنا قالوا لمحمد البنت وجدان ما عاد تبغاك خلاص، قالت ما عاد تبغاك. وأهلها نفس الشيء، يعني قالوا ما عاد يبغون محمد، لأنه من قبل تقدم لها زميل يعني معاها في الجامعة، وأهلها وافقوا عليه، وكان وضعه المادي يعني مرة تمام. وتمت الخطبة والعقد لهذا الزميل بالبنت وجدان. هنا محمد ما عاد عرف إيش يقول، يصيح أو يجنن على الفلوس اللي كان يرسلها، ولا على السنوات اللي ضاعت منه، ولا على ردة فعل البنت يعني على شكله. هنا محمد هذا انقهر وانهار مرة، فسافر ثاني مرة للسعودية، يعني ما عاد بده أي شيء، ما عاد قدر يعمل أي حاجة. ضاعت منه السنوات وضاع عمره، والبنت كمان ضاعت منه. قرر أبو محمد وأخوانه إنهم يروحون لعند عمه، وقالوا لأبو البنت هذه، قالوا له خلاص أنت رفضت محمد ابننا، خلاص رد فلوسه يلي كان يرسلها. قالوا حقكم 100,000 حق الخطبة بنردها، أما الفلوس اللي كان يرسلها حق دفتر حق قلم كان يرسلها من نفسه، ما حد طلب منه أبدا. هنا رجع أبو محمد وأخوانه يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طاح محمد وطاحت فلوسه وجو. هنا ضيع عمره وهو مقترب من شان البنت اللي كان يحبها، وكمان بالأخير طلعت ما تستاهله بالمرة. بس وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة، نتمنى أنكم قد استفدتم منها، ونلقاكم في قصة جديدة بإذن الله. مع السلامة.